وبعد كده مستر جيبوتيو بينام، وفجأة بعد ما ينام بيدخل ضوء أزرق جميل على الصورة وبينعكس على الدمية، وبتبدأ إن الدمية تتحرك لوحدها، وبيبقى جيميني شايف كل ده ومنبهر. وبعد كده بيروح يتكلم مع الدمية بينوكيو، وبينوكيو بيبقى بيكرر كلام جيميني كأنه زي البغبغان بالظبط. فالجنية بتلاحظ إن بينوكيو بيكرر نفس الكلام اللي بيقوله الصرصار، فبتشاور بالعصاية السحرية بتاعتها وبتخليه قادر يتكلم طبيعي، وبيتكلم وبيبقى واعي وفاهم زيهم، لكن بيفضل زي ما هو دمية خشبية. وبينوكيو بيطلب منها إنه يبقى إنسان حقيقي عشان يساعد باباه، فبتقوله عشان تبقى إنسان حقيقي لازم تبقى صادق وشجاع ومش أناني. فبيسألها بينوكيو بيقول لها إزاي الإنسان يبقى عنده الثلاث صفات دول، فبتقوله من خلال الضمير، لكن بينوكيو مش بيبقى فاهم يعني إيه ضمير. فبتطلب الجنية من جيميني إن هو يبقى ضمير بينوكيو، لكن جيميني بيرفض وبيقول للجنية إنه مشغول ومش فاضي. فالجنية بتقوله إن هي أصلا شايفة إن جواه فاضي وكائن ملوش